السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. خلينا نقيف من وقت إلى آخر لنذكر الناس بالجرائم الكبيرة اللي ارتكبها نظام الإنقاذ. وحينما نقول نظام الإنقاذ نعني نظام الإخوان المسلمين، نظام المؤتمر الوطني، ونظام الكيزان في السودان. هم حكموا السودان لمدة 30 سنة كاملة، أي 3 عقود، ولا زالوا متشبثين يحاولوا العودة إلى الحكم في السودان. في خلال 35 سنة الماضية ارتكب هذا نظام الإخوان المسلمين جرائم كثيرة جدا لا تحصر ولا تعد، لكن خلينا من وقت إلى آخر نقيف عند كل جريمة كبيرة ارتكبها هذا النظام في حق الوطن وفي حق المواطنين وفي حق أفراد. من هذه الجرائم أنشأ هذا النظام ما يعرف ببيوت الأشباح، وبيوت الأشباح هي محابس سرية أنشأ نظام الإنقاذ ليضع فيها كل من يعارض في تلك البيوت دون أن يقدم إلى محاكمة ودون أن يقبض بالطرق الصحيحة المعروفة، لا شرطة ولا نائب عام ولا قضاء، يقبض الإنسان هكذا ويوضع في هذه المحابس. الناس قد يكونوا موجودين في المحابس دي أو في بيوت الأشباح مدة يوم أو مدة 30 يوم أو مدة سنة أو مدة عدد من السنوات. هذه البيوت أي بيوت الأشباح يمارس فيها الضباط الإسلاميين كل أنواع التعذيب، كل أنواع الإهانة، كل أنواع الذل. وهذه البيوت منتشرة في أنحاء كثيرة من العاصمة السودانية الخرطوم ومدرمان وبحري، وأيضا موجودة في مدن السودان المختلفة، المدن الكبيرة. وكثير من الناس ما يعرفوا إنه البيت ده هو عبارة عن محابس ترتكب فيه الجرائم. أنا بقول الكلام ده كمقدمة، لكن من الجرائم المشهورة والجرائم المعروفة العميد محمد أحمد الريح، هذا الرجل البطل وكان ضابط في القوات المسلحة، مورست عليه كل أنواع الجرائم. إذا مشينا جوجل وفتشنا بنجد القصة حقته موجودة كاملة متكاملة. هذا الرجل الشجاع استطاع أن يوثق هذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبت في حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى له الصحة والعافية، ولهؤلاء المجرمين لا محالة العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نعود نتحدث عن جريمة أخرى في وقت قريب. إلى لقاء آخر.